بالحبايب، فيديو جديد وتعالوا معايا يا حلوين. يومي النهاردة اول حاجة قمت من النوم، ظبطت السرير بتاعي عشان انا شخص منتظم جدا جدا جدا، سامحني يا رب على الكدب اللي انا فيه ده. فاول حاجة ظبطت سريري، وبعد كده بقى غسلت اسناني ووشي زي كل يوم طبيعي جدا. لا انا مش بموت صرصور ولا حاجه، لا ده انا بجيب الحاجات اللي انا بستخدمها للشاور وانا بحطها تحت كده علشان اخواتي ما ياخدوش مني حاجه، عشان انا ما بحبش غير نفسي بس. وهيا ننطلق لناخذ شاور. طيب بعد ما اخدنا الشاور الجميل هنغسل بقى شعرنا بالزيت ده. انا عملت عنه فيديو، خشوا شوفوه لو ما شفتوهوش. جبت منتجات كتيره واتكلمت عنها، واتكلمت برضو عن الزيت ده ان هو حلو قوي بيقلل التساقط، وانا كنت اصلا مخلصه الازازه بتاعت الدواء بتاعته، انصح بيه جدا. وبعد ما سرحنا شعرنا زي الامارات كده، هنيجي بقى لوقت الراحه، وقت الاسترخاء. هعمل بقى بشرتي بالكريم ده اللي هو كريم ايفا. انا برضو عملت عنه فيديو، خشوا شوفوا الفيديو يا جماعه لو ما شفتوهوش يعني كده. المهم بقى حطيت بقى الكريم على وشي، وبعد كده بقى شغلت الفيديو بتاع الست الكوريه اللي بتعمل بقى ايه تدليك لوشها، ومش عارفه انا متابعه قناتها وكده، ليها تدليك ومش عارفه عشان تخلي فك الوش حلو وتشيل اللغط وكلام من ده. فبحب الفيديوهات دي قوي، وعلى فكرة نتيجتها حلوة جدا. هنا بقى بعد ما شغلت الفيديو بتاع الست الكورية الأمورة دي، أنا بحبها قوي. بدأت أعمل زي ما هي بتعمل، هي بتمسكي وشك كده بإيدك الاتنين علشان ده يخلي الفك بتاعك حلو. بصوا بقى التمرين ده لشد البشرة مهم جدا، وبيقلل التجاعيد وبيخلي البشرة مستمرة في شبابها، فالتمرين ده حلو قوي قوي. بصوا يا جماعة، ده بقى بعد ما خلصت التمرين، بصوا فكي عامل ازاي. هو انا كنت بعمل التمرين ده في الاجازة، وقررت ان انا اعمله الايام دي قبل الامتحان، بس بجد تحفة. هنا بقى قررت اعمل الفطار، ان انا اقطع الجزر بالسكينه الجديده اللي حبت تحتفل بيا وعورت صبعي، بس مش مشكله، في ايديكم يا حبايبي. وجبت بقى اسمه ايه ده، الشوفان. انا ما بحبش الشوفان، بس قلت بقى لازم اكل شوفان علشان صحتي بايظه خالص خالص. وكمان اصلا ما كانش فيه لبن وكده، فاضطريت ان انا اعمله بميه، وصفيت منه الميه عشان مش بحب اكله مع الميه وكده، فحطيته على الجزر وكان حلو قوي وصحي. اتعورت بسبب وانا بقطع الجزر، اتعورت، السكينه عملت صبعي، بس مش مشكله. واكلت بقى الفطار. هو بصوا انتوا هيتهيأ لكم ان ده قرف، بس علشان انا ما كانش فيه لبن فقلت بقى لازم اعمله بالميه، فهو كان طعمه حلو قوي. كنت بوريكم بقى الماده اللي انا هذاكرها اللي هي التمرينات. مرحب بالتمرينات. قررت بقى ان انا اذاكر شويه، يعني يكون عندي شويه دم كده واذاكر شويه، علشان احنا في فتره امتحانات وكده. جدعان ما يغركوش ان الماده الصغيره الكيوته دي اللي هي التمرينات ما فيهاش حاجه ومش عارفه ايه، واللي هو انت بتذاكري حاجات تافهه ومش عارفه ايه. لا 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 ما يغركوش، دي فيها بلاوي زرقاء، بلاوي. ف عايزه اذاكر الماده اللي هي بتاعت التمرينات دي، واذاكر برضو اللي هي طرق تدريس، فلازم اذاكر. يعني انا لازم اذاكر، المفروض دلوقتي ان انا اذاكر. المفروض ان انا اذاكر، ده المفروض، بس هنجيب المفروض منين؟ استغفر الله العظيم يا رب.
وده كان وقت المرقعة، ان انا اقعد اشغل اغاني على التابلت بتاعي، واقعد اشغل الاغنية بتاعت ابتي ابتي تافهة تافهة تافهة. انا في التفاهة ما عنديش يوم ارحميني. وانا قررت بقى احط الروج بتاعي واغني، وما حطيتش لكم الاغنية علشان الهبل اللي انا بعمله ده، ما حطيتش لكم الاغنية علشان ما اخدش حقوق طبعا والنشر، عشان مش تبقى خراب من كل ناحية. ده وقت المرقعة بتاعي يا جماعة. سوري مش هقدر اكمل لكم الاغنيه عشان هاخد حقوق طبعا ونشر على الفيديو، نكمل عادي. اوه بصوا البلاينر ده تحفه 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 تحفه. Don't you want me like I want you baby, don't you need me like I need you now. Sleep tomorrow but tonight go crazy. All you gotta do just meet me at that uppity 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 بصوا اللون ده بحبه قوي 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 قوي. الكوريين على طول لاحظت ان هم اول ما بيحطوا الروج بيخلوا الحته اللي جوه دي مليانه روج والحته اللي بره خفيفه، تخلي الشكل تحفه، فبعمل زيهم. بصوا بقى ليب جلوس دي الجميله دي من MN، ماركه MN لو هتشتروه يعني. بصوا عايزه اوريكم حاجه، بما اننا بقينا صحاب وكده. القلب ده قاعد معايا بقاله سنين، حرفيا سنين يعني. صاحبتي وانا كنت في 6 ابتدائي، ايوه كنت في 6 ابتدائي. صاحبتي بقى كان جاي عيد ميلادي وكده فجابته ليا. انا دلوقتي في تانية جامعه، قاعد كام سنه قاعد معايا 9 سنين. والله ده لو حبيبي مش هيقعد معايا مش هيقعد معايا ده كله. قاعد معايا 9 سنين، تخيلوا. هنا بقى قررت اتفرج شويه على السوشيال ميديا بس على التابلت مش على التليفون، عشان التليفون بصور بيه. قررت اكمل مرقعه بالمعنى الحرفي يعني، فمش عارفه ايه الهبل اللي انا فيه ده. مش عارفه اعمل ايه. حد يشوف لي حل يعني، بجد مش عارفه ليه. انا مش عايزه اذاكر، انا عارفه ان ده هيضرني، عارفه متاكده ان ده هيضرني طبعا، ده مستقبلي ومش عارفه ايه، بس ليه مش عايزه اذاكر؟ ليه مش عايزه اذاكر؟ انا مش فاهمه اي حاجه. مش فاهمه بجد، مش فاهمه. استغفر الله العظيم يا رب. عمال اقنع عقلي ان ده غلط، وعقلي برضو مصر يعمل اي حاجه غير المذاكره، اللي هو كده. عقلي جزمه، دماغي جزمه والله. مش عارفه اعمل ايه، حد يلحقني، انا بنهار. ما يغركوش ضحكتي، لا ضحكه وجع. بصوا انا ذاكرت اول صفحه يعني، انا كده عملت اللي عليا. فهو اصلا امتحاني ان شاء الله يبقى الاسبوع الجاي، اللي هو الحد الجاي يعني وكده. فعلى ما يجي بقى الحد الجاي هنكون ذاكرنا ان شاء الله. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا يا حلوين. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، وانيا.